برايك رئيس كانتنا لما اختاروا إلهنا تفنا يحيى الباب. أبي وسيدي صاحب الغلطة البابا شنودة الثالث، الآباء الأجلاء، أعضاء المجمع المقدس، السادة الأعزاء، اللواء مجدي فضيسي محافظ الفيوم، السيد اللواء سمير معوض مدير أمن الفيوم، السادة الأعزاء، أصحاب الفضيلة، العلماء، رجال الدين الإسلامي، السادة القادة والمسؤولين، أعضاء مجلس الشعب والشورى، الأعزاء جميعا، من كل قلوبنا نحن نسجد لله فرحا وشكرا من أجل هذه النعم العظيمة التي أكرمنا بها الله. وجود أبينا صاحب الغبطة قداسة البابا شنودة الثالث في أرض الفيوم
بركة ليست للفيوم فقط، ليست للمسيحيين فقط، بل لإخواننا المسلمين أيضا، للجيزة التي مر عليها في طريقه إلينا، وأيضا لبني سويف لأنها ملتصقة بنا، فأصبحت المنطقة كلها مبروكة بزيارة أبينا القديس البابا أنباشنود الثالث. وأكرمنا الرب أيضا اليوم بتدشين كنيسة السيدة العذراء بيد قداسة البابا. فأن تدشين كنيسة في التاريخ هو يوم عيد، فنقرأ في السنكسار الكنيسة تحتفل اليوم بتدشين كنيسة كذا وكذا وكذا. إذا هذا اليوم هو يوم عيد لأنه يوم تدشين كنيسة، فنحن نفرح اليوم بتدشين الكنيسة. بناء الكنيسة شيء ضروري لأن فيها تبنى النفوس، وكان آباءنا القديسون يشتهوا بناء الكنائس وتدشينها، وقديما اشتهى داود النبي بناء بيت للرب، ولكن لظروف داود النبي قال له الله أن هذه الرغبة ستتم في عهد ابنه. وفرح داود وأعد ما استطاع تجهيزه من أحجار ومواد للبناء، وقام بالبناء ابنه سليمان. وعند تدشين البيت فرح الملك وفرح معه كل الشعب، وقدم ذبائح شكر والسجود لله. ها نحن نفرح ونسر بتدشين الكنيسة وبيد أبينا صاحب الغبطة البابا أنباشنود الثالث. كنيسة السيدة العذراء التي تم تدشينها يرجع تاريخها إلى القرن السابع الميلادي، وقد تم تجليس القديس الأنبا أبراهام أسقف الفيوم والجيزة فيها في 10/7/1881، وتجددت في عهده في 1886، وبنيت فيها المطرانية القديمة، وتجددت أيضا في عهد المتريح الأنبا أبراهام أسقف الفيوم 1983، ثم تأثرت بالزلزال في 12 أكتوبر 1992، ولم تأتي محاولات الترميم بنتيجة. لهذا تم صدور قرار جمهوري رقم 456 لعام 1999، وقد تم البدء في العمل ووضع حجر الأساس في 23 أغسطس 2000، وتم الانتهاء من العمل 2004. ومنذ ذلك التاريخ وشعب الفيوم في انتظار واشتياق لمجيء قداستكم لتدشين الكنيسة، إلى أن جاء اليوم الذي نشتهيه من قلوبنا. فالفيوم كم هي سعيدة اليوم، وقد تباركت قديما الفيوم بإبراهيم أبو الآباء إذ أتى يوسف الصديق بأبيه وأخوته الأسباط، وتباركت أيضا بيوسف الصديق. وبعض المؤرخين يقولون أن القديس مرمرقس الرسول عبر الفيوم وهو في طريقه من ليبيا إلى الإسكندرية، وزارها البابا ديوناسيوس البطريرك الرابع عشر، ومكث بها 3 أيام. القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان زار الفيوم عدة مرات وأسس الرهبنة بها، وقد زارها أيضا القديس أثناسيوس الرسولي والبابا بنيامين الثامن والثلاثون والقديس الأنبا صموئيل المعترف، وعاش فيها كثير من الشهداء والسواح والقديسين. وعاش فيها أيضا القديس الأنبا أبراهام أسقف الفيوم والجيزة الذي قداستكم تحبه وهو يحب قداستكم، إذا اعترف المجمع المقدس بقداسته في أول جلسة اشتركت قداستكم فيها بعد رسامتكم أسقفا. وقد قلت عنه قداستكم أن لساني يتقدس وقلمي يتبارك عندما أكتب عن القديس الأنبا أبراهام،
وها كملت البركات بزيارة قداستكم للفيوم للمرة الثالثة غير الزيارات السابقة، وقداستكم أسقفا للتعليم. وصدى تلك الزيارات ما زالت أثره في نفوس الجميع مسلمين ومسيحيين، فأبنائكم في الفيوم يحبون قداستكم من القلب، وعدد كثير منهم يذهب أسبوعيا لرؤية وسماع قداستكم يوم الأربعاء، ولا يخلو أسبوع من رحلة من إحدى الكنائس لحضور الاجتماع الأسبوعي لقداستكم. أن يوم 31/7 هو يوم عيد للفيوم، ففي مثل هذا اليوم تمت رسامة قداستكم قسا في 31/7/1958. فهذا يوم مقدس للكرازة كلها وليس للفيوم فقط. وفي مثل هذا اليوم أيضا 31/7/1976 كانت الزيارة الأولى لقداستكم في الفيوم، وقد زرت قداستكم أغلب كنائس ومراكز بل قرى الفيوم، وهالزيارة الثالثة في مثل هذا اليوم أيضا 31/7/2007. فأصبح 31/7 عيدا مقدسا محبوبا لقلوبنا، نرى قداستكم بكل خير في مناسبات مباركة كثيرة. هذا بخلاف الزيارة الثانية لقداستكم للفيوم ب 15/1/1979، وقد وضعت قداستكم فيها حجر أساس كنيسة القديسان القديس الأنبا أنطونيوس والقديس الأنبا بولا بإدصا. والزيارات السابقة وقداستكم أسقفا للتعليم، حيث كثير من الخدام يتذكرون تلك الزيارات واللقاءات والمحاضرات التي تمتعوا بها. ونحن نؤمن أن القديس الأنبا أبراهام فرحا اليوم بقداستكم ومتهلل بتلك الزيارة للعلاقة القوية التي بينكم، وأيضا للتشابه الذي بينكم. هناك نقط تشابه كثيرة بين القديس الأنبا أبراهام وبين أبينا صاحب القداسة البابا شنودة الثالث. أختصرها في 10 نقط. أولا، كليهما والدته رحلت للسماء وهو طفل. كليهما أيضا راهب يحب حياة الرهبنة والنسك والزهد. وقداسة الأنبا شنودة الثالث البابا شنودة الثالث كلنا نعرف أنه يحب الرهبنة ويحب الأديرة ويقضي وقتا كثيرا في الأديرة. كلاهما محب للعطاء وللفقراء ويعطي بسخاء. كلاهما أيضا محب للكتاب المقدس، وكلماتك يا أبي مقرونة بآيات من الكتاب المقدس. والقديس الأنبا أبراهام كان يقرأ الكتاب المقدس مرة كل 40 يوما، ويحفظ كثير من آياته في كلماته ويقدمها. كلاكما أيضا معلم، فكان القديس الأنبا أبراهام يجمع أولاده كل يوم بعد صلاة العشية ويفسر لهم الكتاب المقدس. والبابا شنودة الثالث هو معلم المسكونة الذي يتعلم منه الجميع. القديس الأنبا أبراهام يعتبر في وقته من أكثر الأساقفة التي بنيت في أبرشيته كنائس وأديرة. وقداستكم يا أبي أكثر الآباء البطاركة التي بنيت كنائس وأديرة في عهدكم. القديس الأنبا أبراهام واجه انحرافات عقيدية وواجهها بشدة،
وكتب منشورا لأبنائه يحذرهم من التعاليم الغريبة. وقداستكم هو أثناسيوس الجديد حامل الأرثوذكسية. القديس الأنبا أبراهام مشهور بالعطف والتسامح، ومع هذا أيضا مشهور بالشدة والحزم. والقديس الأنبا أبراهام وقف أمام كاهن من الأبرشية وحرمه من الكهنوت لانحرافه العقيدي. وهكذا نجد قداسة البابا شنودة الثالث قويا ويتصدى لكل انحراف عقيدي. يقال عن القديس الأنبا أبراهام انه من اكثر الاساقفة في عهده الذي اعطاه شعبه اموالا ووزعها على الخير والبر. وقداسة البابا شنودة الثالث من اكثر البطاركة الذي يأتمنه شعبه على امواله في توزيعها على الفقراء واوجه الخير والبر. قديس الأنبا أبراهام محبوب من شعبه، وهكذا قداسة البابا شنودة الثالث محبوب جدا من شعبه ومن أولاده وأيضا من إخواننا المسلمين بل من العالم العربي كله، ويطلقون على قداسته بابا العرب. هذا نتيجة حب الناس لقداستك. قديس الأنبا أبراهام محب للصلاة وصلواته مستجابة، وهكذا نرى في أبينا صاحب الغبطة والقداسة البابا شنودة الثالث محب للصلاة، ونرى استجابة الله لصلواته. أنا لا أطيل الحديث بل أحب أن أطمئن قداستك يا أبي على أبنائكم في الفيوم. هم نشكر الله لهم علاقة روحية قوية وارتباط قوي بالكنيسة، والعلاقة طيبة بإخوتهم المسلمين، كما أن الكنيسة لها علاقة طيبة بالسادة المسؤولين. فالسيد المحافظ دائما السؤال عن الكنيسة وعني وعن كل أبنائك، والزيارات الدائمة للدير وللكنائس، وهكذا أيضا السيد مدير الأمن وكل أحبائنا المسؤولين. سواء كانوا مسؤولين أو من كبار العائلات المسلمين، أساتذة الجامعة، أصحاب الفضيلة، وفي مقدمتهم أخي العزيز الشيخ السنراوي الذي تربطني به علاقة محبة قوية، وعلاقة قداستكم بفضيلة الشيخ الإمام الأكبر الشيخ الطنطاوي، بل أيضا تربطني علاقة بأسرته، فأبناءه أصدقاء لي، بل أكون صادقا لو قلت أحفاده أصدقاء لي. وهذا تعلمناه من قداستك. حفظ لنا الرب قداستكم، وحفظ لنا مصرنا العزيزة، حفظ لنا الرب الكنيسة، حفظكم لمصر وللعالم أجمع. باسم أبنائكم بالفيوم، وهم يتمنون لو كانوا يملكون كل ما في العالم ويقدمونه، عصا الرعاية من الذهب الخالص ومن الأحجار المطعمة، وكنا نتمنى معادن أعظم من هذه نقدمها لقداسة. يقول الشاعر إن الهدية من قيمة مهديها. يقول الشاعر وقفت على الغصن هدهدة قالت إن الهدية من قيمة مهديها، ولو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لأهديتك الدنيا وما فيها. باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا.
السيد اللواء المحافظ والسيد اللواء مدير الأمن وفضيلة الشيخ الشنراوي وإخوتي أصحاب النيافة المطارن والأساقفة وأصحاب الفضيلة شيوخ المسلمين ورجال الدولة. أنا شايف كلكم بتزعقوا عشان تحفظوا النظام، وحفظ النظام انكم ما تزعقوش. والناس اللي واقفين وبيداري غيرهم، احب اقول لكل واحد فيهم لا تجعل راحتك على تعب الاخرين. يا أبنائي الأحباء، أنا أشكركم على هذه المحبة الكبيرة وعلى هذا الترحاب الذي لا أستحقه. لقد جئت لكي آخذ بركة الفيوم وبركة القديس الأنبا إبراهيم، وأقول الآن لآخذ بركة هذا الشعب المجتمع معنا. أنتم شعب مملوء بالحب، الحب في حياتكم وفي أصواتكم وفي كل ما تعملون. ابني اسكت خلينا نتكلم. أنتم قدمتم لي حبا وأنا أقدم لكم قلبا. أقدم لكم قلبا وأحييكم قادة وشعبا. ونحن في مصر تربطنا عوامل المحبة باستمرار، ولأول مرة منذ حوالي 20 عاما أقمت حفلات الإفطار في رمضان، بدأت في الكاتدرائية ثم انتشرت في كل كنائس القاهرة ثم في الأقاليم ثم في بلاد المهجر. ولذلك ليس شيئا عجيبا أن تسمعوا عن حفلة إفطار رمضان في فرنسا وفي كندا وفي أوروبا، وأن تسمعوا أيضا عن المحبة الكبيرة التي بيني وبين فضيلة شيخ الأزهر وبيني وبين وزير الأوقاف. وإن كنت أهنئكم اليوم بتدشين كنيسة العذراء التي كانت مسكنا للأنبا إبراهيم، فالأنبا إبراهيم القديس بالذات كان مشهورا بفضيلة العطاء، مشهورا بفضيلة العطاء. ونحن نعلم أن المعطي بالحقيقة هو الله تبارك اسمه. الله هو الذي يعطي الكل، وهو الذي أعطانا أن نعطي وأعطانا ما نعطيه للغير. ولذلك أكثر الناس عطاء لا يسمى بالشخص المعطي، إنما يسمى عبد المعطي، على اعتبار أن المعطي هو ربنا. الله أعطانا الحياة،
وأعطانا خيرات الأرض، وأراد أن يعلمنا العطاء، أراد أن يعلمنا العطاء. هو يستطيع أن يشبع جميع أهل العالم من رضاه ومن غناه، لكنه يريد أن يتم هذا على أيدينا نحن البشر، فعلمنا فضيلة العطاء. في المسيحية وفي اليهودية تبدأ فضيلة العطاء بدفع العشور، وفي الإسلام بالزكاة. وفي الحقيقة أن العشور ليست هي كل ما يطلبه الله من البشر، إنما هي الحد الأدنى، يعني لا يقل عنه، لا يقل عنه. ولذلك نجد في سفر الأعمال في إصحاح 3 يقولوا إيه: لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله، لا تقل لصاحبك تعال غدا وأعطيك وموجود عندك. إذا أنت مطالب بأن تعطي للناس، تعطي على قدر ما تستطيع ولا تؤخر العطاء. وجاءت المسيحية تقول: من طلب منك فأعطه، من سألك فأعطه، ومن طلب منك فلا ترده. وقالت: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب بع كل مالك واعطه للفقراء وتعال اتبعني. وفي الواقع يا إخوتي ليس العطاء هو أن نعطي الناس ما يفيض عنا أو ما لسنا محتاجين إليه، إنما أن نعطي الناس ما نحن في حاجة إليه. هذا هو العطاء الحقيقي، أن نعطي الناس ما نحن نحتاج إليه. ولهذا تبارى الناس جميعا في فضيلة العطاء. وكان من أبرز الذين يعطون للآخرين القديس الأنبا إبراهيم. وأكبر عطاء يعطيه الإنسان هو أن يعطي ذاته للآخرين، يعطي ذاته. مثال ذلك الشمعة التي تضيء بأن تفني ذاتها لكي تعطي نورا للآخرين. ومثال ذلك حبة البخور التي تحترق لكي تعطي رائحة طيبة للآخرين. فهذا هو العطاء الحقيقي. ونحن نطلب من الرب أن يشبع الكل من رضاه، وأن يعطينا أن نعطي الناس باستمرار. الذي لا تستطيع أن تعطيه من جيبك أعطيه من قلبك، أعطيه محبة، أعطيه بسمة، أعطيه كلمة رجاء، أعطيه كلمة تشجيع، أعطيه كلمة عزاء، أعطيه كلمة منفعة. فكل عطاء. والإنسان الذي يعرف العطاء إنما يكنز له كنوزا في السماء. سيأتي وقت نترك فيه هذا العالم وكل ما فيه، ولكن لا يبقى لنا فوق في السماء إلا الذي أعطيناه، فهو محفوظ لنا فوق. في قصة عجيبة تقول إن كان فيه راجل بخيل ما يحبش يعطي، فمرت عليه أرملة وطلبت منه الإحسان بإلحاح، فتضايق منها، وأخيرا رمى في وجهها كسرة ناشفة وقال لها امشي.
وفي هذا اليوم رأى ذلك الغني البخيل نفسه وقد أخذت منه وصعدت إلى فوق، وأخذها ملاك وقال له تعالى أوريك المكان اللي انت هتروحه. فراح هناك فلم يجد إلا أوضة مظلمة وفيها الخبزة الكسرة اللي رماها فاكر الأرملة. فقال هو ده اللي ليا في السماء كله اللي أنا أعطيته. بعد كده يقال عن هذا الرجل إنه باع كل ماله وصار من أكبر المحسنين في العالم. نحن نريد إن الإنسان يعطي غيره، والكتاب المقدس يقول لنا إن المعطي بسرور يحبه الرب. يعطي ولا يتذمر ولا يتضجر، إنما يعطي بسرور. وأيضا يقول مغبوط هو الذي يعطي أكثر من الذي يأخذ. والله تبارك اسمه علمنا في العطاء أمرين: أولا أنه يعطينا دون أن نطلب، وثانيا أنه يعطينا فوق ما نطلب. وهو يريدنا أن نكون هكذا، نعطي الناس دون أن يطلبوا، ونعطي الناس إن طلبوا نعطيهم فوق ما يطلبون. عيشوا بهذا الأمر بحكمة وسيرة القديس الأنبا إبراهيم. كل يوم يمر على واحد منكم دون أن يعطي فيه شيئا لا يحسب هذا اليوم من حياته، هو يوم لا خير فيه. اليوم اللي يمر عليك وما تعطيش فيه أي شيء هو يوم لا يحسب من أيام حياتك. ربنا يخليك تسكت. على فكرة أنا كنت لما أسافر برضه بلاد أمريكا أو أوروبا ألاقي الستات بيزغرطوا، فأعرف أنهم فيهم الطبع المصري اللي ورثوني. وفي مرة قعدنا نبحث يعني ايه زغروطة، جت من انهي لغة، فوجدنا الآتي: كلمة غردة وزغردة بمعنى واحد، فغردة تغريدا وزغردة زغروطة. بس غردة للرجال وزغردة للنساء. ربنا يجعل حياتكم كلها فرح. وأنا مبسوط جدا لعلاقة المودة التي تربطكم ببعض، مبسوط بالعلاقة اللي ما بين الشعب وما بين إدارة البلد ممثلة في السيد المحافظ ومدير الأمن. ومبسوط بالعلاقة التي تربط أسقف الأبروشية بشيوخ المسلمين. ربنا يديم عليكم هذا الحب. أنا مش سابع.
والبلد منورة بيكم انتوا. شوفوا المسيح بيقول أنتم نور العالم، يعني المفروض تكونوا نور لغيركم. وإحنا بنصلي في كل يوم ونقول لربنا أنر عقولنا وأفهامنا وقلوبنا يا سيد الكل. ربنا يكون معاكم، وأنا لن أنسى هذا اليوم. طيب حاضر. سيدنا قداسة البابا في ترميم الكورال عايز يقولها لو تسمح قداستك. ترميم الترحيب بقداستك. الكورال هيقولها كورال كنيسة الفيوم. نستسمح قداستك. اتفضل. كورال كنائس وطنية الفيوم لشباب الخريجين والجامعيين وشباب الثانوي برعاية أسقفنا المحبوب نيافة الأنبا إبراهام أسقف الفيوم ورئيس دير الملاك العام بجبل المخلوق بالفيوم، يرحب بكل الفرح والتهليل بقداسة البابا المعظم البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في كل مصر وسائر افريقيا والمهجر واقباط الارثوذكس في كل العالم، ونهنئ انفسنا وكل شعب الفيوم وجميع الحاضرين بهذه الزيارة التاريخية. شكرا لله على هذه الزيارة، وشكرا لك يا قداسة البابا المعظم البابا شنودة الثالث. كما نتقدم بالتهنئة لقداسة البابا بعيد ميلاد قداسته في 3 أغسطس من كل عام. وإلى مدى الأعوام قداسة البابا شنودة راعي الرعاة، عقل الكنيسة قلبها الخفاق، راعي الرعاة وشاعر الشعراء، حامي حمى الإيمان والأوطان بشجاعة ووداعة الحكماء. أفرحت مصر وشعبها ورئيسها برجوعك بسلامة وشفاء، ازدانت الفيوم باستقبالك شرفا وفخرا زدتها ببهاء. الكل في حبك يا بابا أتى ليشاركوا بالفرح أغلى لقاء. بزيارة البابا شنودة تجددت آمالنا وقلوبنا برجاء. يا صاحب النور المضيء لجيلنا يسري من الآباء للأبناء، نور أضاء ديارنا وبلادنا عم القلوب وكافة الأرجاء. تتلألأ الكلمات منك جواهر بالروح تنساب كعذب الماء. عظماؤنا الأجداد أنت نظيرهم بطل وفي الإيمان كالقدماء. خاب الذين بحقدهم وشرورهم شدوا سهام البغض للمسحاء. بالخزي ردت سهمهم لديارهم ما يستحق سوى حزين رثاء. إن النخيل شموخه متسامي طيب الثمار يجود من علياء. إذ يرفع القدوس رأسك عاليا من يدنو منك بنظرة استعلاء. اسقفنا بالروح جاء هدية لمدينة الفيوم منك عطاء. أنبى إبراهام بحلمه وصفاته نور أضاء مجالس الحكماء. ومحافظ الفيوم خير مجاهد أعماله في كافة الأنحاء. يا بابا للكل حنانك فائض في مصر والمهجر بلا استثناء.
مصر الوطن فينا يعيش كقولك علمتنا نعطيه كل وفاء. الله يحيي بلادنا بصلاتك ورئيسنا نهديه كل ولاء. قالوا شوفوا ليا لينا رب سلام عالم وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب.